اهلا بيكم في حلقه جديده من اصل الحدوته مع رفيق عادل. المحبه اقوى ولا الحب؟ ويلا نعرف الحدوته سوا. بصراحه وقفت قدام مشهد من كام يوم للفنان عادل امام الزعيم. تعالوا نتفرج على المشهد سوا ونرجع نكمل كلامنا تاني. الحياة مش واحد زائد واحد يساوي اتنين، ده موجود في الكتب عندكم. الحياة عبارة عن واحد بيحب واحد، يبقى هما الاتنين واحد. حب، حب من قلبك، حب من هنا. مش ممكن هتقدر تحس بالسعادة واللي حواليك تعساء. بصراحه اللي وقفني قدام المشهد مش اداء الزعيم عادل امام، لان طبعا احنا كلنا عارفين اداء الزعيم شكله ايه ومقام الفنان الزعيم عادل امام فين، ومن هنا بوجه له تحيه. ربنا يديم عليه الصحه وطول العمر. اللي خلاني اقف قدام المشهد السكريبت او الحوار او السيناريو بلغه السينما. الزعيم في حواره مع الفنان هاني عادل بيقول له: فكك بقى من العقد والكلاكيع اللي جواك، الحياه مش واحد زائد واحد بيساوي اتنين. الكلام ده موجود في الكتب عندكم. الحياه عباره عن واحد بيحب واحد، وهما الاتنين يبقوا واحد. حب، حب من قلبك. وقال له في اخر المقوله: مش ممكن هتعيش سعيد واللي حواليك تعساء. وعلى قد ما الجمله او المقوله اللي اتقالت من الفنان عادل امام للفنان هاني عادل كان مدتها قصيرة جدا، لكنها لخصت مشاكل كتير وحلتها في نفس الوقت بجملة ما تعدتش 24 ثانية. تعالوا بقى نعرف مع بعض ازاي نطبق الكلام ده على حياتنا اليومية ونحل مشاكلنا. بالرغم من الظروف والمشاكل اللي بنعاني منها كل يوم في حياتنا، فحل مشاكلنا بيعتبر بسيط قوي، والجملة دي لخصته. وعشان قيمة المشاعر والأحاسيس عمرها ما كانت بتساوي فلوس، فالمشهد الرائع والبسيط ده كشف لنا حل سحري لحل المشاكل ومحاولة تبسيطها وتدفيه المشاكل على قد ما نقدر عشان نقدر نعيش ونكمل حياتنا. والحقيقة ان حل مشاكلنا كلها بيتلخص في كلمة واحدة: المحبة والحب. وهنا كلامنا عن المحبة بشكل عام مش بشكل خاص، زي المحبة بين الزوج والزوجة، والمحبة بين الأصدقاء وبين المعارف وبين الجيران والزملاء في الشغل، يعني المحبة بشكلها العام والخاص. لو حبينا بعض حب غير مشروط أو بدون مصلحة هنلاقي الدنيا شكلها اتغير تماما، بقت أهدى وأروق بكتير قوي، ومش هنلاقي خناقات